إدريس جماع هو شاعر سوداني فقد عقله في آخر أيامه، ودخل مستشفى الأمراض العقلية، وأراد أهله أن يعالجوه بالخارج. وفي المطار رأى امرأة جميلة برفقة زوجها، فأطال النظر إليها، والزوج يحاول أن يمنعه، فأنشد يقول: أعلى الجمال تغار منا، ماذا علينا إن نظرنا؟ هي نظرة تنسي الوقار وتسعد الروح المعنى. دنياي أنت وفرحتي، ومنى الفؤاد إذا تمنى. أنت السماء بدت لنا، واستحصمت بالبعد عنا. وعندما سمعها الأديب عباس محمود العقاد رحمه الله، سأل عن قائلها، فقالوا له: إنه الشاعر السوداني إدريس جماع، وهو الآن في مستشفى للأمراض العقلية. قال: هذا مكانه، لأن هذا كلام لا يستطيعه ذو الفكر. وعندما ذهبوا بإدريس جماع إلى لندن للعلاج، أعجب بعيون ممرضته وأطال النظر في عينيها، فأخبرت مدير المستشفى بذلك، فأمرها أن تلبس نظارة سوداء، ففعلت. وعندما جاءت نظر إليها جماع وأنشد يقول: والسيف في الغمد لا تخشى مضاربه، وسيف عينيك في الحالتين بطار. وعندما ترجم البيت للممرضة بكت، وصنف هذا البيت أبلغ بيت شعر في الغزل في العصر الحديث. وهذا الشاعر إدريس جماع هو صاحب الأبيات الشهيرة التي يقول فيها: إن حظي كدقيق فوق شوك نثروه، ثم قالوا لحفاة يوم ريح اجمعوه. عظم الأمر عليهم ثم قالوا اتركوه، إن من أشقاه ربي كيف أنتم تسعدوه. إذا أعجبكم المحتوى لا تنسوا مشاركته مع الأصدقاء. شكرا لحسن استماعكم. سلام.